السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أم دينا خياطة وتفصيل. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم بحول الله كما راكم تشوفوا في الصورة المصغرة الفستان اللي رايحين نرسموه هو هنا. راكم شايفينه الجمال تاعو. هذا وهذا. كيفاش نبداو؟ على بركة الله، بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نديروكم هذا الفستان تاعو الأخوات، فقط اللي حبت تديرو يعني كلوش عريض بزاف، على بالنا بلي قلنا 3 أمتار طبقيهم على 2 يوليو 1.5 متر كما راك تشوفي. ومن بعد هذه تحطيها هنا باش يولي الشكل تاعو. ها فهمتي هكا. تفهمنا؟ تولي تطبقي هذه على هذه يولي الشكل وكأنه مثلث. من بعد الأخت تقومي أنت مثلا هو ورجع مثلث، تحكمي هنا ديري فتحة الرقبة اللي هي 8 سنتيمتر فتحة. النزول يكون حسب الرغبة، صديبونتي واش تحبي تكوني يعني. نتابعو برك نعاودو نرسموه باش يعني مثلا بعد ما طبقتيه القماش هنا تروحي ب8 سنتيمتر وتنزلي صديبونتي واش حابه تنزلي. اسكو تنزلي ب10 واش حابه تكبري الرقبه توصلي حتى ل 18. هذه يرجع ليك الاخت. فهمتي؟ الاكتاف تكون من 10 ل 12 حسب رغبتك، تغطي الاكتاف او تخليها. من بعد تنزلي ب22 سنتيمتر، وهذا المقاييس راهي الستاندار خلاص فهمنا. من بعد تدخلي غير بشويه لانه عريض هنا باش هنا شويه يدير الشكل، ومن بعد خلصي على النهايه. بعد كاين واحد زايد هكذا انتي راكي راح تنحيه، يعني ديريه مباشره على نهايه الحافه اللي تجيك من هنا ومن هنا قد خلاص. هنا من هنا لهنا تهبطي الى درجه انك تولي تقدري هنا 20 سنتيمتر. هنا 20 سنتيمتر تفهمنا؟ 20 سنتيمتر. شو نقول لك الاخت؟ من بعد تجيبي الكم كما وريتوكم في فيديو سابق اللي هو كم الكلوش. كم الكلوش كنا درناه في السابق، هذا هو الوسط. تكوني مطبقه القماش على 2 فهمنا. لي ميزور ترجعي ليهم في الفيديو اللي درتوكم على الكلوش. ومن بعد تفتحي وديري هنا اما 6 او 5 وتهبطي بهذا الشكل. ومن بعد ها كيفاش تعملي الكلوش. يكون متمثل على 2 باش واحد من هنا وواحد من هنا. تفهمنا؟ فقط الاخت متعودين انا نحطوا الكلوش هنا، هذه المره لا، ينزل حتى تقريبا تحت الابط، ينزل يخلي تقريبا 2 سنتيمتر تحت تنزلي حتى ل 20 سنتيمتر، تخلي 22 هنا وديري تلصقي
الكلوش تلصقيه من هذه الجهه، تلصقيه هاو لاصق، ها وهنا ها مفتوح، ها ويجي هكا، فهمتي؟ يجي لاصق هنا، ها من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى. يبقى التزيين الاخت كيما تحبي نتيا. كاين انواع يعني التزيين هنا، هنا عند الرقبه، وفي الاسفل ايضا هنا التزيين اللي تحبيه انت. المهم يخرج لك النتيجه روعه ورائعه، ما يكلفش بزاف وما يطولش في التفصيل في الخياطه، وان شاء الله يعني جاي فصل يعني شويه دافي لحسب ما نشوفه الدفء يعني مستمر. يعني هذا الفستان راح يكون روعه للسهرات، السهرات ايضا الرمضانيه، لانه مع الكاز دو فيل ما بقاتش الناس تلبس بزاف خشين في سهره ولا حفله، تفهمنا؟ يعني مثلا هذا الفستان راح يكون رائع باذن الله، تلبسوه بالصحه والهنا، ربي يبلغنا رمضان بالصحه والهنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.